جايين لكم النهارده بانمي جديد وخطير جدا بيتكلم عن رحله شاب مبتدئ من الرتبه اف، ودي اقل رتبه في نقابه المغامرين، وكل ما يروح في حته يقعدوا يتريقوا عليه وعلى الرتبه بتاعته وان في اطفال في النقابه مستواهم اعلى منه. لكن البطل بتاعنا ما بيستسلمش رغم انه هيواجه تحديات كتير ومشاكل هتطلع عينه. بس تفتكروا هيقدر في الاخر انه يوصل لهدفه ويواجه كل اللي اتريقوا عليه وشكوا في قدراته، ولا مصيره هيتغير لحاجه تانية؟ بيكون البطل بتاعنا شايف الويل في التدريبات بتاعته على ايد اقوى فرقه في العالم، وبعد سنتين من التدريب بيكونوا شايفين انه بقى مناسب جدا وامتحان القدرات مش هتكون مشكلة بالنسبة له، وانه بقى عنده قوة هائلة خلاص ممكن يدمر بيها ساحات المعارك. بيقول لهم ريك انه لسه برضه ما يجيش حاجة جنبهم كلهم. بيجهز ريك انه يقدم لاختبارات الرتبة ايه، وبيروح للنقابة عشان يقدم، واول ما بتشوفوا البت اللي هناك بتتفاجئ جدا وبتحس انها تعرفه، وبعد ما بتركز شوية بتعرفه فعلا، وبتتحمس جدا مرة واحدة وبتفكره بنفسها وبيطلع اسمها إليسا. بيفتكرها ريك وبيقول لها انه عدى سنتين بحالهم على اخر مرة شافها فيها، وبيستغرب جدا انها اتنقلت هنا، وبتقوله انه استقال فجأة من النقابة وانها اتفاجئت اكتر لما سمعت انه بقى مغامر. بيسكت ريك شوية وبيقول لنفسه ان فعلا مفيش حد بيقرر انه يبقى مغامر في سن ال30، وفي العادي كلهم بيبدأوا لما يكونوا صغيرين وفي سن المراهقة، وبعد سنتين بيقدروا انهم يتقدموا بمستواهم ويتنقلوا للرتبة ايه اللي هو فرحان بيها دي. بتسأله إليسا كان بيعمل ايه طول السنتين اللي كان مختفي فيهم دول. بيرد عليها وبيقول لها يعني زي ما تقولي كده كنت عايش في الجبال وكنت بتدرب مع كبار المغامرين، وفجأة بينط لهم واحد من المغامرين وشكله شارب حاجة وبيفضل يضايق إليسا ويعاكسها. ضايق إليسا جدا وما بتقدرش إنها تتكلم أو تعمل له حاجة عشان شغلها. بيتدخل ريك وبيقول له اهدى كده يا صاحبي شوية، وأول ما بيلمسه بيحس الراجل إنه اتكهرب وخلاص بيطلع في الروح. بيفضل ريك محافظ على هدوءه وبيقول لها إنه متعود على الأشكال دي من أيام ما كان شغال في النقابة. وفجأة بيقع الراجل على الأرض وبيتلموا كل اللي في النقابة وبيستغربوا جدا من اللي حصل. بيحاول ريك يداري على الموضوع ويقول لهم شكله شرب كتير بس، وبيقوم فجأة وبيعمل نفسه فيلسوف كده وبيقول لهم إن ده موقف يعلمهم درس مهم جدا، وهو إنهم يشربوا بعقل شوية، وكأن دي حكمة بجد يعني. وبتضحك إليسا وبتديله التذكرة بتاعته وبتتمنى له حظ سعيد في اختبار الرتبة إيه. بياخد ريك منها التذكرة وبيشكرها وبيعرف رقمه اللي هيتنادى بيه في الاختبارات، لكن ما بيعجبوش الرقم وبيقول لنفسه شكله رقم حظ وحش هيودينا في داهية، وبيبدأ يقلق شوية. وبعد ما بيخرج من النقابة شوية بيقابل بنت تانية اسمها رين وبيتأسف لها أول ما بيشوفها إنه اتأخر، وبيكون متوتر شوية وبيحاول إنه يلطف الجو. بيقول لها العيال اللي جوه دول شكلهم هيبقوا مغامرين جامدين جدا وكلهم عندهم أمل ونشاط كده. بنرجع ليهم تاني في النقابة وبيتصدموا المغامرين لما بيقربوا من الراجل، وبيلاقوا إن إيد ريك معلمة في الدرع بتاعه مخترقاه. بيكونوا كلهم مذهولين جدا إنه قدر يعمل كده في درع فولاذي، وبيتفاجئوا اكتر كمان لما بيقربوا منه بيعرفوا ان المغامر المشهور مولد من الرتبة ايه، ومطلوب بتهمة الاعتداء ولقبه هو الفارس الشيطاني. بتتفاجئ اليسا جدا وبتقول لنفسها معقولة يكون ريك هو اللي عمل كده فعلا. بنروح لريك وبيبدأ في الاختبارات، واول حاجة بيعملوها انهم بياخدوا المعلومات اللي عايزينها منه زي اسمه وسنه وطوله ووزنه، واكتر حاجة بتفاجئهم هي سنه وانه عنده 32 سنة ولسه حتى ما وصلش للرتبة ايه. وبعدها بينتقل للمرحلة التانية وهي انهم بيقيسوا قوته السحرية اللي بيمتلكها، وبيكون قدامه طابور طويل شويتين وكل واحد منهم بيحط ايده على البلورة وبيحددوا من خلالها مقدار قوته السحرية، وكلهم بيكونوا مختلفين عن بعض، وفي اللي عنده كمية قليلة جدا من القوة السحرية، واللي عنده قوة متوسطة، واللي عنده قوة كبيرة. بيجي دور ريك أخيرا، وأول ما بيحط ايده على البلورة ما بيظهرش أي حاجة فيها غير قوة قليلة جدا وتكاد تكون مش موجودة أصلا. بيتريقوا كلهم عليه وبيقولوا يعني راجل شحت زي ده وما عندوش اي قوة سحرية، وانهم ما شافوش حد قبل كده عنده قوة سحرية قليلة بالشكل ده، واللي لسه ما عملوش الاختبار كمان بيتمنوا انهم ما يبقوش زيه. لكن فجأة بيحصل حاجة غريبة جدا، واول ما بيخرج ريك بتنكسر البلورة، ويتفاجئوا كلهم جدا ومبقوش عارفين يا ترى ايه السبب اللي خلاها تنكسر. وبينتقل ريك للاختبار اللي بعده وبيكون عبارة عن شيء ضخم وجواه ضوء اخضر غريب، وكل المطلوب من المغامرين انهم يوجهوا كل قوتهم في ضربة واحدة للبتاع الضخم ده، وهم هيقيسوا قوة الضربة دي ويحددوا قوة المغامر القتالية. وبتقول لهم الست اللي بتشرح ان الشيء ده بيمتص كل الهجمات القوية عشان كده لازم يستخدموا كل قوتهم. ومن غير تردد بيبص ريك للشيء الضخم ده وبيفتكر ايام ما كان بيتدرب عليه زمان، والمغامر الضخم اللي كان بيدربه كان عامل له رعب في حياته، وكان دايما بيقول له ايا كان السلاح اللي معاه او قوته السحرية عاملة ازاي اهم حاجة هي قوة جسمه والاساس في كل معركة او حرب. وبيقول له انه لو قدر يدمر الحقيبة دي كلها بايده بس يبقى يعرف ساعتها انه يبني جسم قوي فعلا ويقدر انه يثق فيه. بيخاف ريك جدا وبيقول له انه حتى لو كان مين مش هيقدر انه يدمر الحقيبة الذهبية بايده بس. بيرد عليه ويقول له انشف ياض شوية، ده امر بسيط جدا بالنسبة لأي مغامر شاطر. بيحاول ريك وبيقول له المدرب انه يدوبك يبدأ ب50,000 لكمة في اليوم. بيفضل ريك يضرب في الحقيبة الذهبية وكأنه بيضرب في حيطة،
بيرجع ريك للواقع تاني وبيقول لنفسه كانت ايام جحيم الله لا يعودها تاني. وبيبدأ الاختبار وبيبدأوا مغامرين واحد ورا التاني، وبيظهر عيل صغير كده وشكله من العيال اللي دمها تقيل واغبياء، وبيبان عليه انه متكبر جدا، وبيقول اخيرا جه الوقت عشان اوريكم كلكم قوتي المذهله. وبيفضلوا كلهم يتكلموا عليه وبيكونوا عارفين انه الابن التاني للدوك اللي الناس كلها بتتكلم عليه، وبيقولوا انه عنده 11 سنه بس لكن عنده قوه سحريه كبيره، وبيفضلوا يقولوا عليه انه طفل معجزه واكيد هو اللي هيغير المملكه. وبيجهز الواد السئيل قوته السحريه وبيعمل تعويذه النار، وكل اللي موجودين بينبهروا بقوته وبيكونوا بقى فاكرين انه واد جامد ومفيش منه اتنين. لكن كل اللي بيقدر يعمله كورة نار صغيرة جدا ومبتأثرش حتى في الحقيقة، وبيكونوا كلهم شايفين ان قوته ممتازة. وبيقول للواد بكل غرور كفاية عليكم كده بقى المرة دي. وبيفتكر ريك المدربة بتاعته زمان لما كانت بتستخدم سحر النار ده كان ممكن تدمر مدينة كاملة مرة واحدة، وكان هيموت بسببها 100 مرة قبل كده. وبيستغرب جدا انهم مبهورين بالعيل العبيط ده وشايفينه طفل معجزة. وبيكملوا باقي المغامرين وبتكون الحقيبة قوية جدا، وما كانش متخيل ان الحقيبة الخضراء كمان عندها قدرة هائلة على امتصاص الهجمات. بيجي دوره بيقول له النائب انه جاله معلومات انه بدأ كمغامر وهو عنده 30 سنة. بيرد عليه ريك وبيقول له ان دي حقيقة فعلا. بيقول له النائب انه طالما ما اتدربش على السحر والقتال من وهو صغير فما يتوقعش اي تغيير او تقدم. وبيقول له ان نتيجة قياس السحر بتاعته بشعة، وانه بيقول له كده من دلوقتي عشان يحافظ على اللي باقي من كرامته ويستسلم. بيتضايق ريك من كلامه جدا وبيفتكر كل ايام التدريب الصعبة اللي عدت عليه والمجهود الكبير اللي عمله عشان يوصل للمستوى اللي وعد المدربين بتوعه بيه. وبيتحدى نفسه بيقول انه فعلا بدأ في سن متأخر لكن دي مش مشكلة كبيرة، وانه هيثبت نفسه قدامهم، وايا كان العمر اللي بيبدأ فيه الشخص كمغامر دي مش حاجة مهمة. وبيضرب الحقيبة بكل قوته وكل الغضب اللي حاسس بيه، وبيدمر الحقيبة كلها والحيطة كمان، وبيطلع الشيء الأخضر اللي جواها ده مجرد سائل لزج، وبيبهدل الدنيا وبيبهدل كل المغامرين كمان. وبيكونوا كلهم مصدومين من قوته الغريبة اللي ظهرت فجأة دي. وبيفضل الواد الصغير يصيح ويقول ان سرق الأضواء منه خلاص وسيطر على الجو. لكن جنون العظمة بيرجع له تاني وبيقول لنفسه كده كده قوتي الأساسية هي سحر الدفاع، ويبقى يوريني بقى هيقدر يهزمني في الاختبار بتاعه ازاي. وبيجي اختبار سحر الدفاع وبيبهرهم ريك للمرة التانية، وبيكونوا كلهم مذهولين من قوته اللي مش لايقة على مستواه خالص. وبيكون الواد الصغير متضايق جدا وهيموت من الغيظ انه ما قدرش يواجه سحر الطبيعة المركب وهو قدر يهزمه بسهولة عادي جدا. بيقول للمدرب اللي قدامه ان قوته مذهلة جدا، وبيكون هو نفسه اصلا مش قادر ياخد نفسه، لكن بيتحداه تاني وبيقول له انه هيستخدم تعويذة سحرية اعلى واقوى، واحسن له يستخدم سحر دفاعي من مستوى اعلى المرة دي ويوري له بقى قوته الحقيقية. بيرد عليه ريك وبيقول له والله انا مكسوف اقول كده بس انا ما اقدرش استخدم غير تعويذة واحدة بس من كل السحر. بيتصدموا كلهم وبيقول له المدرب ازاي يعني انت بتقدر تتحكم في قوتك السحرية بالطريقة دي؟ بيرد عليه ريك وبيقول له ما تقلقش بس وخليها على الله. بيتضايق المدرب جدا وبيحس انه بيستهون بيه وبيقلل من شأنه كمان، وبيستحلف له انه هيستخدم اقوى تعويذة عنده وما استخدمهاش قدام حد قبل كده. وبيجهز التعويذة الكبيرة وبيكون اسمها اعصار الصدمة، وباين من اسمها كده انها حاجة مرعبة يعني. وبيهجم عليه فعلا بكل قوته وبيفضل ريك واقف مكانه وما بيتهزش وبيكون واثق جدا من نفسه، وبيقدر فعلا انه يقضي على التعويذة الكبيرة في لمح البصر. وكلهم بيجيلهم صدمة عصبية وحتى فرسان المملكة بيحسوا بالانفجار وقوته. وبيخرج واحد منهم واسمه إستر وبيقول للنائبة ان اكيد الانفجار اللي سمعوه ده مش بسبب الاختبار. بتحكي له النائبة اللي حصل وبتقول ان في مغامر من الرتبة اف قدر انه يدمر الحقيبة الخضراء بلكمة واحدة بس، وكمان هو اللي صد سحر الطبيعة بسحر من المستوى الاول وهو اللي تسبب في الانفجار اللي حصل ده. بيستغرب إستر جدا من اللي حصل وبيقول لها دي نكتة جديدة وانتشرت في النقابة ولا ايه. بتديله النائبة التفاصيل والمعلومات عن ريك ورقمه، وبيتفاجئ اكتر لما بيعرف ان عنده 32 سنة واشتغل 14 سنة بحالهم كموظف استقبال في النقابة. وبيكون ريك انتقل للاختبار اللي بعده وبيكون عبارة عن امتحان واسئلة وبيعديه بسهولة، وبكده يكون انهى كل الاختبارات للالتحاق بالرتبة ايه. بيقابل رين وبتسأله ايه اخبار الامتحان وعمل فيه ايه. بيرد عليها بكل ثقة وبيقول لها عيب عليكي، اكيد طبعا قفلته، ما ينفعش تستهوني بكاتب سابق في النقابة. بيقول لها ريك انه قلقان شوية من الاختبارات العملية لكنه شايف انها كانت كويسة يعني ومش صعبة، واللي خايف منه هي الدرجة اللي جابها في اختبار الساعة السحرية وهي اللي ممكن توقعه وتخليه ما يعديش من الاختبار. بترد عليه رين وبتقول له ما يقلقش وانه اكيد هيعدي، وكل مجهوداته طوال السنتين اللي فاتوا دول مش هيروحوا كده وخلاص. بيفتكر ريك اخر سنتين دول واللي اتنفخ فيهم. فجأة بيروح لهم الواد السئيل وبيقول له ريك انت بقى الطفل المعجزة اللي بيقول عليه، وبيعمل نفسه بيحاول يفتكر اسمه وبيقول حروف غلط قصد عشان ينرفزه. بيتعصب الواد وبيقول له ان اسمه فريد واسمه مفهوش حرف النون اللي عمال يقوله ده خالص.
وبيقول ريك انت متعصب ليه ياض وانت عمال تزعق كده، شكلك تايه من اهلك. وبيقول له خلاص ما تعيطش هساعدك انك تلاقيهم، وبيقوم عشان ياخده. وبيتضايق فريد اكتر وبيقول له ما يتريقش عليه، وبيقول له انه كان عايز يتباهى بعبقريته في الاختبار ده ويوري قوته للمغامرين ويعلم عليهم من الاول كده، لكنه خطف منه كل ده في لحظة. بيقلق ريك لما بيلاقيه بيعيط بجد وبيحاول انه يهديه ويقول له انه ما كانش قصده حاجة. وفجأة بتظهر لهم بنت غريبة جدا وبتطلع اخته، بتقول له انت ازاي تخلي فريد اخويا يعيط. بيجري عليها فريد وبيفضل يصيح ليها وبيشتكي لها كأنهم في حضانة، وبيقول لها ان الراجل العجوز ابو 40 سنة ده بيتنمر عليه. بيتضايق ريك جدا وبيقول له انه لسه في الثلاثينات في عز شبابه. بتستغل انجيليكا الفرصة وبتفضل تضايقه وتقول لاخوها سيبك منه ده مجرد راجل عجوز في الاربعينات، وبتفضل تناديه بالرجل الاربعيني. بيتعصب ريك جدا وبيكون عايز يولع فيهم هما الاتنين وبيفضل يقول لهم انه لسه عنده 32 سنة بس. فجأة بتقلع انجيليكا القفاز بتاعها وبترميه عليه، وده معناها انها بتتحداه في القتال. بياخد ريك القفاز بتاعها من على الارض وبيقول لها ما انت بنت غنية واكيد ما بتتعبيش في الغسيل ولا الحاجات دي. بتقول له رين ان طالما خده من على الارض ده معناه انه وافق على التحدي. بيتفاجئ ريك وما بيكونش عارف حاجة زي دي. ما بتصدق انجيليكا وبتضحك ضحكة اخيرة وبتقول له بقى استعد للقتال الحقيقي. بينتقلوا لساحة المعركة وبتعرفه بنفسها وبتقول اسمها التاني ومكانتها، وفاكرة نفسها في معركة بجد. بتقول له انها دلوقتي هتعاقب الراجل الاربعيني ده على اللي عملته مع اخوها. وبيتضايق ريك وبيقول لنفسه ان المعركة دي مش هتعدي على خير. بتقول له انجيليكا ان الكل مشارك الحق في انه يقترح شرط واحد للمعركة، وبتقول له ان الشرط بتاعها هو ان اللي يخسر يبقى خادم للفائز التاني لحد ما يموت. وشكل كده قوتها مقوية قلبها على الاخر يا صاحبي عشان تقول شرط زي ده. وبيكون اخوها العبيط واقف بعيد وبيفضل يشجعها ويقول لها تهزمه وتوريه قوة الفرسان الحقيقية. بترد عليه وبتقول له ما يقلقش وانها تحرص على انها تعاقبه عقاب شديد جدا. بيقلق ريك وبيقول لرين انها قالت انها فارسة من الدرجة التانية. بترد عليه رين وبتقول ان فرسان المملكة بيكونوا اقوياء جدا وهم اصلا اللي بيحموا المملكة من كل حاجة، وفارسة من الدرجة التانية بتعادل رتبة المغامر في المستوى دي، وده تاني اعلى مستوى في المستويات كلها. وبيتصدم ريك وبيقول لها ان مغامر من الرتبة دي يقدر يحارب وحوش من مستوى عالي لوحده. وبتقول رين لانجيليكا تتساهل معاه شوية وتعتبر الراجل عجوز فعلا. بيخاف ريك منها جدا وبيفضل يقول لرين انه مجرد مغامر من الرتبة اف ولسه يعتبر مسجل نفسه كمغامر، وبيقول لها انه خايف ما يخرجش من المعركة دي عايش. بترد عليه رين وبتقول انه في الحالة دي المفروض يفتكر التدريبات بتاعته في السنين اللي فاتوا. وبيفتكر ريك العذاب اللي كان بيشوفه وبيقلق وبيتوتر اكتر. وبيقول لها ريك انت بتحاولي تدمري معنوياتي خالص يا بنت انتي. بترد عليه رين وبتقول له لكن على الاقل ما بقتش متوتر مش كده. وبتقول له ما يقلقش ويثق في نفسه اكتر من كده، وان اقوى فريق للمغامرين في القارة كلها بيعتبروه واحد منهم. بيتفائل ريك شوية وبيشكرها على كلامها وبيقوم تاني، وبيوعدها انه يرجع تاني ويخرج من المعركة دي سليم. بيروح لانجيليكا وبتقول له شكلك بقيت مستعد خلاص. ما بيركزش ريك في كلامها وكل اللي في دماغه انه هيواجه فارسة من الدرجة التانية ويعلم هيقدر يقاومها ولا لأ، وحتى لو قدر يقاومها هل هيقدر يستمر في المقاومة وقت كبير. وبتقول له انجيليكا انها هتعمل حساب لانه لسه مغامر من الرتبة اف وهتتساهل معاه شوية ومش هتقتله، وبتجهز وبتهجم عليه بكل قوتها. لكن الغريب انها ما بتقدرش تسيبه، وبيفضل ريك واقف مصدوم من سرعتها الغريبة، وبتوقع الحديد اللي قدامها كمان. بيضحك فريد وبيقول له شفت انت الحركة دي يا راجل يا عجوز انت. وبتقول له انجيليكا انها اخطأته قصد لكن المرة دي مش هتسيبه، وبتهجم عليه لكن فجأة سرعتها دي بتبدأ جدا وبيحس ريك بحاجة غريبة وبيقدر انه يتفاداها. بتتفاجئ انجيليكا ومتبقاش فاهمة ايه اللي حصل، وبتقول لنفسها ان مفيش غير فرسان الدرجة الاولى بس هم اللي يقدروا يتفاعلوا مع سرعتها. وبتقول له انه حتى لو قدر يفلت منها مرة واحدة مش هيكون في مرة تانية. وبتهجم عليه بسرعتها لكن برضه بتحصل نفس الحاجة غريبة جدا، وبيحس ريك انها بتجري ببطء شديد، وبيبدأ يشك انها فارسة من الدرجة التانية اصلا، وممكن تكون بقت ضمن الفرسان بالواسطة. وهي بتجري ناحيته فجأة بتتكعبل في صخرة على الارض وبتتقلب على وشها، وفجأة بيلاقي ريك حاجة عاملة زي الكرة بتجري ناحيته وبيقدر انه يتفاداها في اخر لحظة. بيجي السيف بتاعها في الحيطة وبيقسمها. بينبهر ريك من قوتها وقوة السيف بتاعها، وبيرجع في كلامه تاني وبيعترف انها قوية وفعلا لازم يحذر منها. بتقوم انجيليكا تاني وبتكون متوترة جدا وبتحاول انها ما تبينش توترها وتعمل نفسها انها وقعت قصد، وبتقول له استعد كويس لانها المرة دي هتتحرك اسرع وهتستخدم تقنيتها السرية اللي ما استخدمتهاش غير مرتين بس. وبتهجم عليه بكل سرعتها لكن بيفضل ريك شايفها بطيئة جدا ومبيبقاش فاهم ايه السر ورا اللي بيحصل ده، وبيتفادى هجمتها في اخر لحظة. بتتفاجئ انجيليكا جدا انه قدر يتفادى حركتها دي كمان، وبتقرر انها تستخدم نفس التقنية تاني لكن برضه بيقدر انه يتفاداها. وبيكون قدامها فرصة أخيرة لأنها ما تقدرش تستخدم التقنية دي غير 3 مرات ورا بعض بس. تهجم عليه تاني لكن الغبية بتتكعبل برضه في نفس الصخرة،
وبتاخد زحف على الأرض بأقصى سرعة، وبيقرر ريك إنه يهجم عليها عشان يحسم المعركة دي، وبيهجم عليها بكل قوته ويطيرها، وبيتسبب في فجوة كبيرة في الأرض وبيتصدموا كلهم. بتخاف أنجيليكا جدا منه وبتقول لنفسها إنها لو ما كانتش اتكعبلت كانت الضربة القوية دي جت فيها، وبتقول وهي مرعوبة انت مين بس ياض انت بالظبط. بيرد عليها وبيقول لها انه من سنتين استقال من شغله كموظف استقبال في النقابة وبقى مغامر، وانه دلوقتي مجرد مغامر عادي من الرتبة اف. بتقول له أنجيليكا ان دي حاجة مستحيلة. بيطلع ريك من الحفرة وبتفضل تبعد عنه وبتكون خايفة منه جدا. بيستعد ريك انه يهجم عليها تاني لكن بتستسلم على طول قبل ما يعمل اي حاجة، وبتحاول تلطف صورتها شوية وبتقول انها هتسيبه يكسب المعركة دي المرة دي بس. وقبل ما تمشي بيفكرها ريك بالشرط اللي قالته قبل ما يبدأوا المعركة، وبيقول لها انه نسي يقول الشرط بتاعه لكن هيختار نفس الشرط بتاعها. بتتعصب أنجيليكا جدا وبتاخد بعضها وبتجري على بره على طول. بيستغرب ريك منها جدا. بتقول له رين ان نتائج الاختبار هتطلع قريب ولازم يكون مستعد لها. بيقلق ريك شويه وبيكون هيموت ويعرف نجح فيهم ولا لا. بتقول له انها نسيت تقول له كمان ان الفرقه اللي كانت بتدربه هتوصل لهنا قريب. بيتصدم ريك وبيخاف جدا وبقى عنده حاله نفسيه منهم خلاص. بتقول انهم هيجوا عشان يطمنوا عليه بس. تفتكروا ايه اللي هيحصل لما يوصل له؟ هل هينجح ريك في كل الاختبارات وينتقل للرتبه ايه؟ استنونا في الحلقه الجايه.